في 60 داهية. لا مؤاخذة يعني، ده مش أنا اللي بقولك في 60 داهية، ده اللي قالها هو قيس بن المكشوح المرادي. طب هو مين قيس بن المكشوح ده وإيه قصته أصلا؟ وبعدين بقى ما تشمع الفتلة علشان أحكي لك. أيام زمان قبل ظهور الإسلام وفي اليمن تحديدا كان في قبيلتين الحروب بينهم على ودنه وما بتخلصش وما بتنتهيش. طب هما مين القبيلتين دول وليه بيعملوا في بعض كده أصلا؟ وإيه علاقة في 60 داهية بيهم؟ يا سيدي هحكي لك، طول بالك عليا. بص يا جنرال، أول قبيلة من القبيلتين دول هي قبيلة مدحج، أما القبيلة الثانية فكانت قبيلة همدان. القبيلة الأولى اللي هي قبيلة مدحج دايما كانت بتنتصر على قبيلة همدان بسبب ذكائهم ودهائهم، فطبعا الهمدانيين اتجننوا جدا وقالوا لا بقى مش هينفع الكلام ده، احنا لازم نعلم عليهم، منظرنا بقى وحش قدام القبايل كلها وبقينا هلاهيل يعني لا مؤاخذة. فعملوا ايه بقى؟ استعانوا بالفرس او اللي بيطلق عليهم في الحقبة الزمنية اللي احنا عايشينها دلوقتي الإيرانيين. فبدأت قبيلة همدان بالتنسيق مع الفرس انهم يخططوا ويرتبوا حيلة علشان يوقعوا قبيلة مدحج، واول حيلة فكروا فيها هي انهم يستدرجوا مشايخ قبيله مدحج بحجه ان لازم يكون في حوار بدل ما كل قبيله شايله سلاح في وش القبيله الثانيه والحكايه ما بتنتهيش. وعلى الرغم من ان قبيله مدحج كانوا اذكياء جدا وعندهم ذكاء ملوش وصف، الا انهم وقعوا في الفخ اللي اتنصب لهم من الهمدانيين ومن الفرس، واتقتل 60 شيخ داهيه في الذكاء. وللاسف بعدها اتفرقت قبيله مدحج، واللي كان قيس بن المكشوح المرادي واحد من فرسان القبيله دي. طبعا قيس بن المكشوح قلبه كان مليان غل وحقد تجاه قبيله همدان وتجاه الفرس، وفضل يرقد لهم علشان ياخد بطار قبيلته. لكن في الوقت ده الاسلام كان بدا ينتشر على ايد سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام، فاعلن ابن المكشوح اسلامه على ايد سيدنا محمد، وبعدها طار على اليمن مره تانيه. في الوقت ده يا صديقي انتشرت الرده بين قبائل كتير كانت اعلنت اسلامها، فسيدنا محمد بعت ابن المكشوح يقاتل كل اللي ارتد عن الاسلام من القبائل دي وخاصه في اليمن، وده لانه طبعا كان موجود هناك في الوقت ده. وفي الوقت ده حس قيس بن المكشوح ان دي اللحظه الحاسمه علشان ياخد بطاره من قبيله همدان ومن الفرس كمان، وبدا انه يقتل فيهم واحد ورا التاني. وما اكتفاش بكده، ده بدا انه يحاصر قصر فيروز الدلمي. هو الدلمي ده كان امير وصحابي يمني لكن كان من اصول فارسيه، ففضل قيس يقتل فيهم واحد ورا التاني وعملها مجزره، وبقت مدخل صنعاء مركز لقتل كل همداني او فارسي، لحد ما اتدخل كبار وعلية القوم بين قيس بن المكشوح المرادي وبين قبيله همدان وبين الفرس. وطبعا فضلوا يعاتبوا قيس على كل جرائم القتل اللي ارتكبها في حق الهمدانيين، فقال لهم الجمله الشهيره في 60 داهيه، يعني كل اللي ماتوا واتقتلوا دول مقابل 60 داهيه من دواهي قبيلته. بس يا سيدي، وهو ده اصل الحدوته.